صناعة الأفلام صناعة مهمة، والتنافس بين الأفلام دي بيظهر أهميتها، والجمهور حقه يختار يشوف إيه. وخلينا متفقين إن اختلاف الأذواق لا يفسد للفن قضية. وفي الفيديو ده هنتكلم معاكم عن فيلم جديد وعودة جديدة لشركة إنتاج عملاقة، وهي طبعاً شركة العدل جروب، ورجوعها للساحة الفنية بفيلم على الزيرو بطولة محمد رمضان ونيلي كريم. ونبتدي بقصة الفيلم واللي بتدور حوالين علاقة أب وابنه. الأب هو محمد رمضان والابن منذر مهران، ومحمد رمضان بيقوم بدور حمزة وشغلته دي جي، وبيبتدي يدخل رحلة بيحاول من خلالها إنه يوصل لمبلغ يعالج بيه ابنه، وبيلاقي نفسه متورط مع أشخاص في جريمة. ومن ناحية تانية نيلي كريم مع أشخاص بيحاولوا يقتلوها ويخلصوا منها. قصة وبتدور بكلمات مدحت العدل وإخراج مندو العدل. وكانت شركة العدل جروب واستوديوهات فوكس التابعة لشركة ماجد الفطيم للترفيه أعلنوا عن فيلم على الزيرو في دور عرض السينمات المصرية من يوم الأربع 2 أغسطس، اللي هينافس بقوة في موسم الصيف السينمائي، وكمان هيتم عرضه في دول الخليج يوم 10 أغسطس. اتكلم المنتج جمال العدل الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب مالتي ميديا عن الفيلم وسعادته الكبيرة برجوع العدل جروب مرة تانية لإنتاج الأفلام، ووضح كمان إنه فخور بالتجربة والتعاون مع استوديوهات فوكس في العمل السينمائي المصري لإنتاج محتوى عربي مبتكر يليق بالجمهور. وكمان التعاون ده بداية لإنتاجات ضخمة ومختلفة خلال الفترة اللي جاية، وإنهم هيحاولوا يقدموا محتوى سينمائي ضخم ومتميز على طريقة الفيلم الجديد على الزيرو، واللي اعتبروا تجربة مميزة ومحترمة. واتمنى العدل إن الفيلم يعجب الجمهور في مصر والوطن العربي. ومن ناحية تانية وضحت دارين الخطيب نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه إنه بيساعدنا إطلاق فيلم على الزيرو اللي بيشكل بداية أعمالنا في السينما المصرية، وبيساهم في التزامنا بإنتاج محتوى عربي مبتكر. ووضحت برضو إن استوديوهات فوكس بتحرص على إنتاج أفلام محلية أصيلة للجماهير، وبتؤمن بأهمية الأفلام العربية لتنمية قطاع سينما مستدام، وفخرهم بالتعاون مع العدل جروب لتوفير فيلم مؤثر على شاشات السينما في جميع أنحاء المنطقة. ومفيش شك إنه هيلاقي تفاعل واسع عند عشاق السينما ويحقق نجاح كبير في شباك التذاكر، وده سبب الإقبال العالي على الأفلام المصرية. وبمجرد ما جه العرض الخاص احتفل النجوم محمد رمضان وجمانة مراد وإسلام إبراهيم والطفل منذر مهران والمؤلف مدحت العدل والمنتج جمال العدل والمخرج مندو العدل بالعرض الخاص لفيلم على الزيرو في سينما بمدينة 6 أكتوبر. ونيجي بقى لدور المنافسة في صناعة الأفلام، وده اللي بيوضحه شباك التذاكر اللي كان واضح تنازل الفنان محمد رمضان وفيلمه الجديد على الزيرو عن نمبر 1 في شباك تذاكر أفلام صيف 2023، وحقق إيرادات 843 ألف جنيه في أول أيام عرضه يوم الأربعاء، علشان يكون في المركز الثاني بعد المتصدر فيلم مرعي البريمو بطولة النجم محمد هنيدي. وبصراحة المنافسة مشتعلة بين أفلام صيف 2023، 7 أفلام بيتنافسوا وهم على الزيرو وبيت الروبي والبعبع ومستر إكس وتاج ومطرح مطروح ومرعي البريمو. يا ترى شايف مين يكسب؟ قول لنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب على اليوتيوب.